السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. بتكلم اليوم عن وثيقة اقتصادية واجتماعية صاغها كفار قريش ضد بني عبد مناف اللي هم بني هاشم وبني المطلب. ليش صاغوا هذه الوثيقة وقالوا شنو فيها؟ قالوا لا نناكحهم، يعني لا نزوجهم ولا يتزوجون منا، ولا نبايعهم، يعني ما نشتري ولا نبيع منهم، ولا نجالسهم ولا نخالطهم ولا ندخل بيوتهم. تخيلوا شوفوا وين وصلوا. طبعا كفار قريش عبر هذه الوثيقة قالوا لبني عبد مناف يا انكم تسلمون الرسول نقتله ولا هذه الوثيقة قائمة ونقاطعكم مرة واحدة. طبعا بني عبد مناف ما كان كلهم مسلمين، كان في جزء بسيط منهم مسلمين، هم قاطعوا الكفار منهم والمسلمين منهم، تخيلوا بأطفالهم بنسائهم. منو كان يقود هذه الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية؟ سيد بني مخزوم وأحد سادات قريش، من كان يسمونه أبا الحكم وأسمه الرسول أبا جهل. علقوا هذه الوثيقة داخل الكعبة. شنو كان بداية هذه الوثيقة؟ باسمك اللهم، وبعدها عاد حطوا الكلام اللي أنا قبل شيء ذكرته، لا نناكحهم ولا. قال بعض سادات قريش بني عبد مناف راح يهلكون، أكيد إنهم راح يمشون. إيش قال أبا جهل واللي معاه؟ ولن نسمح لهم بالرحيل. تخيلوا. فقرروا بني عبد مناف اللي هم بني هاشم وبني المطلب الرحيل إلى شعب أبي طالب، وقعدوا هناك. يا جماعة كانوا يأكلون الجلود من الجوع، وكان أي واحد يسمعونه كفار قريش إنه راح لشعب أبي طالب وعطاهم أكل أو ما شابه ذلك يقتل. طبعا هذه الوثيقة استمرت 3 سنوات، 3 سنوات وكفار قريش مقاطعين بني عبد مناف، المسلم منهم والكافر، أطفالهم ونسائهم كلهم، يعني اللي له ذنب واللي ما له ذنب، واجد اللي ما لهم ذنب بهذه المقاطعات. عموما طلع رجل من بني عامر اسمه هشام بن عمرو، لا هو من بني المطلب ولا هو من بني هاشم، هو من بني عامر، لكن تحركت فيه الفطرة السليمة وكان كافر، ما كان مسلم يا مسلمين. قال أنا لازم أفك الحصار عن بني عبد مناف. فقرر هذا القرار الصعب وراح يبحث عن رجل يساعده من بني مخزوم لأنها كانت أكبر القبائل. فقال هشام بن عمرو ما في إلا زهير بن أمية المخزومي، هذا أمه من بني هشام وما راح يسمح باستمرار هذا الحصار، لازم أروح أكلمه. راح كلمه، قال عاجبك اللي يصير ببني عبد مناف؟ قال لا مو عاجبني. قال زين ليش ما تتحرك؟ قال أنا بروحي، شو أسوي؟ قال لا أنت مو بروحك، أنا وياك. قال له خلاص نبي ثالث. وفعلا قام هشام بن عمرو يدور عن الثالث ولقى الثالث، هو المطعم بن عدي من بني نوفل، رجل صاحب خلق ولو كان كافرا. يوم جاء المطعم قال له عاجبك اللي يصير ببني عبد مناف؟ قال لا مو عاجبني. قال أنا وياك. المهم إنه صاروا 3. قالوا نبي رابع. راح هشام يدور على رابع وراح لقى ضالته، والرابع اللي هو أبا البختري بن هشام، وقال له نفس ما قال له الأول والثاني، وصاروا 4. وراح أيضا دور الخامس ولقى الخامس. الخامس كان زعمة بن الأسود، رجل ما حد يقدر يقول له ثلث الثلاثة شنو، لا قال يصير. فالحمد لله ضموا هذا وياهم. شنو جمع هذول ال5 على بعض؟ ما جمعهم إلا النخوة، ما جمعهم الإسلام لأنهم ما كانوا مسلمين، النخوة العربية والفطرة السليمة هي اللي جمعتهم. اليوم الثاني قرروا يتجمعون عند الكعبة، وفعلا زهير بن أبي أمية المخزومي قاعد ينادي أهل مكة يا أهل مكة يا أهل مكة لين تجمعوا. فقال لهم أنأكل ونلبس وبني عبد مناف هلكا وبلا ثياب، أيصح ذلك؟ فتكلموا أهل مكة بينهم بين نفسهم، فقال والله لا أقعد حتى تشق هذه الوثيقة الظالمة. فنقز أبا جهل وقال كذبت والله لا تشق. نقز بحلج أبا جهل، انصدم بجهل يوم شافه. منو؟ زعمة بن الأسود. قال له والله أنت الذي كذبت، ما رضينا كتابتها حين كتبت. وبعد زعمة طلع أبا البختري وقال إني معك يا زعمة، وبعدها طلع المطعم بن عدي، وبعده هشام بن عمرو. فطالعهم أبو جهل وقال جملة المشهورة هذا أمر قضي بليل، يعني أنتم متفقين خالصين، وكم من أمور تقضى بليل هذه الأيام. في نفس هذا النقاش وهذه اللحظة اللي كانت بوادر أزمة في مكة، أوحى الله إلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أن الصحيفة أكلتها دودة الأرض ولم يتبقى منها إلا باسمك اللهم. فراح الرسول حق عمه أبا طالب وقال له. أبا طالب بنفس هذه اللحظة توجه إلى قريش وشاف الحوار اللي دار ما بين ال5 وأبا جهل. فبعد ما انتهوا قال لهم يا أهل قريش إن ابن أخي قال لي كذا وكذا، فإن صدق رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا، وإن كذب خلينا بينكم وبينه. استانسوا
لأن دودة الأرض وين بتدش؟ داخل الكعبة. وافق أبو جهل وعلى طول فتح باب الكعبة. يوم دخلوا لقوا الوثيقة فعلا ماكلتها دودة الأرض ولم يبقى منها إلا باسمك اللهم. فعلا بعد ذلك قرر سادة قريش إيقاف هذه المقاطعة. هشام بن عمرو رغم أنه كافر مش مسلم يا جماعة، ما هان عليه أنه يشوف نساء وأطفال من بني عبد مناف مو قادرين يزورون أهلهم من أهل مكة لأن في مقاطعة. يا رجل مو قادرين يأكلون، ذبحهم الجوع. عاهدت نفسي أني ما أتكلم بالسياسة، لكن أنا مضطر اليوم أني أتكلم بالسياسة لأن البعض يطالبنا بمقاطعة الشعب القطري. لنا أصدقاء بقطر وأخوان وأبناء عمومة وجماعة، مستحيل نقاطعهم مهما فعلتم، مستحيل. الشعوب ليس لها علاقة بهذه السياسة، هناك خلاف بين الأسر الحاكمة، حلوه فيما بينكم. أنا ما راح أقطع بابن عمي ولا صديقي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الرحم، أنت تقول لي قاطع صلة رحمك وبكيفك. الله سبحانه راح يحاسبني، مو أنت اللي راح تحاسبني. أتمنى وأرجو مراجعة هذا القرار وإيقافه. جماعة الأمر مصيبة، القرار هذا قرار خاطئ جدا جدا جدا. النهاية أعلم أني راح أدفع ثمن هذه السنابات، لكني لست عبدا لأحد. أسماني والدي عبد الله وأبي أعلم بي منكم. أشوفكم على خير.